مباراة كوت ديفوار يستطيع المنتخب المغربي أن يمثل لمنتخب نيجيريا الخصم الذي لم يعرف له طعما ولا مذاقا ولا قساوة أكثر من المغرب. المغرب سيكون لمنتخب نيجيريا الخصم الأقوى، وبالتالي إن شاء الله سيمر. صابر، في بداية الحلقات لم كنت تتوقع أن مصر تذهب بعيدا، لكن اليوم حق مشروع لك وللجميع أن مصر دائما مع عودتنا في كل نسخة أن تكون كبيرة بتاريخها وكبيرة أثناء البطولة. توقعت مصر والمغرب. شوف، أنت قلت لبدر ده توقع بناء على العاطفة ولا على الواقع؟ أنا هقول لك، أنا بكل تجرد هو فيها الاثنين، فيها الواقع طبعا، لأنه أيهما أكثر؟ الواقع أكثر، بس فيها جزء من العاطفة. الواقع ليه بقى؟ الواقع بقول لك ليه. صحيح المنتخب النيجيري قوي جدا، بس انت كمان بتتكلم عن المنتخب المغربي كقيمه وكفتره اخيره توهج بشكل غير طبيعي. ومصر امام السنغال، ما احنا الجزئيه الثانيه هنتكلم فيها. هنتكلم دلوقتي على المواجهه اللي تخص المغرب ونيجيريا. المغرب كمان كاسماء لعيبه موجودين وكجمهور داعم، يعني بيرفع من اسهم المنتخب المغربي بشكل كبير. المنتخب المصري صحيح المواجهه الاخرى الطرف الثاني صحيح ما كنتش انا في اضعه ان هو مرشح للوصول للنهائي، ولكن التطورات الاخيره رفعت من سقف طموحاتي انا كصابر او حتى للمتابعين. خلينا حتى في الامطار الاخيره لما نيجي نقارن مواجهه مصر مع كوت ديفوار ومواجهه السنغال امام مالي والتوهج الكبير للمنتخب المصري، اقول ان شاء الله استمرار المنتخب المصري في السير على نفس النهج اللي قدم بيه في مباراته امام كوت ديفوار هتكون له اليد الطولى في هذه المباراه، وبالتالي حظوظ المغرب ومصر للتاهل للنهائي منطقيا كبيره، وعاطفيا طبعا ده طيب طبيعي. انا بسال صابر وانتظر اجابه من صابر. صابر المنطقي وليس صابر العاطفي. اسالك سؤال مباشر وانتظر منك اجابه منطقيه واقعيه اكثر من صابر. في المواجهتين، مواجهه المغرب امام نيجيريا ومصر امام السنغال، نسبه المئويه في مساله التاهل لصابر منطقيا وواقعيا؟ مش الفرق مش كبير يعني ممكن اقول لك 55 45 المنو في للاثنين العرب ان شاء الله. الاثنين العرب ان شاء الله. جميل. كان منطقي وصريح يا فتحي. صحيح. تحس ان يعني وصلنا للامتار الاخيره وكذلك الضغوطات كبيره، وتبين كذلك ان المنتخبات الاربعه، احنا نتحدث عن منتخبات اربعه تملك إرث كبير وتملك نجوم ويملك كذلك أسماء كبيرة حققت البلندور الأفريقي. إذن احنا أمام نصف نهائي ناري. لكن التوقعات لفتحي، ونعلم صراحة ومدى حديث فتحي في كل مجال، هل وصولك مبني على نسبة من العاطفة أم منطقي وواقعي لترجمة إمكانيات منتخبي مصر والمغرب؟ لا، نسبة من العاطفة عادي جدا. أنا لا أجامل، نسبة من العاطفة. المغرب يلعب مع نيجيريا ورينا نيجيريا، مصر تلعب مع السنغال ورينا السنغال، ونعرف التاريخ القريب جدا بين مصر والسنغال. ماذا فعلت السنغال مع مصر؟ صحيح كلها تعادلات وهزائم بضربات الجزاء، ولكن السنغال أقصت مصر على الأقل من كأس العالم. إذن لا، عاطفة، ولكن عاطفة ممزوجة بالواقع، ممزوجة بقيمة الفريقين. قيمة الفريقين، الفريق المغربي احنا عندنا مبدأ يقول من أمكنه الأكثر أمكنه الأقل. شنو معنى هذا؟ مبدأ طبيعي عادي حتى قانوني. المغرب وصلنا قانوني، وصلنا للأمور القانونية يعني. لا آخر شيء تكلمنا بالأستاذ فتحي. طبيعي عادي وقانوني. من أمكنه الأكثر أمكنه الأقل. صح. من وصل للنصف النهائي متاع كأس العالم غير قادر على الوصول للنهائي في أرضه وأمام جمهوره. ليش ربط توقعك على عاطفة إذا كان هذا منطقك؟ لا هذا اللي عايش قلت لك أنا فما جانب من العاطفة. باش نبدأ معاك تعرفني صريح. بالنسبة لمصر وبالنسبة للمغرب، أنا أعتبر مقابلة المغرب أصعب من مقابلة الفريق المصري، لأني حسب ما عينت وشاهدت وأنه الفريق النيجيري حقيقة أقوى من الفريق السنغالي. إذا مهمة المغرب أصعب، ولكن ما يعادلها وأن المغرب يلعب فوق أرضه وأمام جماهيره وعنده ما شاء الله من لاعبين عندهم تجربة كبيرة. وخليني نكون أمين مع نفسي، أنا مش أحلم كيفكم بنهائي عربي
مصر والمغرب باش نعيشوا نهائي تاريخي بعد 2004، ولكن نقول ما بين الواقع والعاطفه الحقيقه 50-50 لكل المواجهات. زوز مواجهات 50-50. حسام الدين احمد، انت توقعت ترشح منتخبي مصر والمغرب. اولا اقول ان في هذه المباريات ليس الفريق الاحسن الذي يفوز دائما، ولكن الفريق الذي يعرف كيف يدير المباريات. واذا لاحظنا جيدا من البدايه حتى الان قلت أن منتخب المغرب قادر أن يفوز أمام منتخب نيجيريا ويتأهل إلى النهائي. لماذا؟ إذا شاهدنا جيدا الفرق بين المباريات